النهارده جايبه لكم طريقتي لعمل الكيك، وصفه ناجحه جدا مفيش حد جربها غير ونجحت معاه. هقولك ازاي تبقى مرتفعه وتبقى طريه كده من جوه وما تبقاش مكتومه. كمان ازاي يبقى لونها فاتح كده من جوه، لان في ناس كتير بيقابلها حته ان الكيك من جوه بيبقى واخد حتت غامقه كده، ما بتبقاش حلوه خالص، بيبقى شكلها مش حلو في الكيك. هقولك على حاجه بس واحده بتخلي الكيك من جوه ابيض. كمان النهاردة هنعملها سادة وهنعملها بالبلح. البلح طبعا في الكيك رهيب جدا، متوفر دلوقتي في السوق. طبعا الكيك ده مع شاي مع قهوة طعمه حلو قوي. وهقولك على البدايل اللي مش هتبقى موجودة عندك. لو عجبك الفيديو ما تنسونيش بقى بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد من وصفاتي. يلا بينا نبدأ وصفتنا ونشوف مقاديرنا مع بعض. اول حاجة عندي في الكيك لازم المقادير اللي انا هستخدمها تكون بدرجة حرارة المطبخ. عندي هنا 5 بيضات. طبعا لو البيض عندك صغير هيبقى 6 بيضات. انا عندي هنا ال5 كبار، عشان كده مرضتش استخدم 6. بيبقوا بدرجة حرارة المطبخ. نزلت بالبيض وبعد كده نزلت بمعلقة صغيرة مش مليانة من الفانيليا. نكتر كده الفانيليا شوية علشان ما يبقاش في ريحة زفارة للبيض خالص. افضل اضرب البيض كده بالمضرب لحد ما يوصل للون الفاتح اللي انتوا شايفينه ده. يبقى لونه فاتح كده ويبقى كريمي. لازم يبقى حجمه متضاعف، يعني يكتر معايا. بعد ما ضربت البيض بالمنظر ده هبتدي انزل هنا بكوباية من الحليب المكثف، برضو يبقى بدرجة حرارة المطبخ. بنزل بيه كده واحدة واحدة. عايزة اقولك ان الحليب المكثف فعلا بيغير الكيك خالص، يعني بيخلي طعمه في حتة تانية خالص عكس الكيك اللي احنا بنعمله. لو مش متوافر عندك الحليب المكثف بتحطي كوباية من السكر العادي، حسب بقى ما انت تحبي السكر بتاع الكيك عامل ازاي. كوباية من كوباية لكوباية وربع. بعد كده هنزل بنص كوباية من الزيت، بنزل بيها تدريجيا كده واحدة واحدة. الحليب المكثف احنا عملناه في القناة والمقادير بتاعته سهلة جدا وبسيطة، اوفر بكتير من اللي احنا بنشتريه من بره. فشوفيها كده على القناة وهتلاقيها سهلة جدا. بس عايزة اقولك ان الحليب المكثف بيودي الكيك في حتة تانية خالص. بعد ما نزلت كده بالزيت، ويكون زيت نباتي كده عشان ما يبقاش ليه اي روايح خالص، ما يديناش اي طعم كده في الكيك. ننزل بيه واحدة واحدة. عندي هنا 3 كوبايات من الدقيق، نزلت عليهم برشة من الملح وباكت من البيكنج باودر. ايه اللي بيخلي بقى الكيك فاتح معايا من جوه؟ الدقيق. نوع الدقيق مهم جدا جدا. لو نوع الدقيق مش حلو الكيك هيطلع معاكي غامق. وطبعا البيكنج باودر، الحاجتين دول اهم حاجة في الكيك. انا بجيب نوع دقيق انا خلاص اعتمدته وعرفته. لو عايزين تعرفوا ايه النوع اللي انا بستخدمه اكتبولي في التعليقات وانا بعتلكم. بنزل طبعا بال3 كوبايات واحدة واحدة، بنزل بيهم شوية بشوية لحد ما الدقيق يختفي معايا، وانزل بحبة كمان. طبعا ببقى نخلة الدقيق معايا عشان يبقى الكيك هش معايا وما يبقاش مكتوم، فلازم ننخل الدقيق الاول. طبعا زي ما انتوا شايفين الكيك كده تقل معايا، زي ما انتوا شايفين ما ينفعش اخليه بالمنظر ده، فهخففه بشوية حليب. الحليب يكون بدرجة حرارة المطبخ. عندي هنا نص كوباية بس من الحليب. ده لو انتي حاطة حليب مكثف. لو انتي مش حاطة حليب مكثف هتبقى كوباية، من كوباية لكوباية وربع من الحليب. يبقى لو انا حاطة سكر عادي هحط كوباية وربع من الحليب. لو انتي حاطة حليب مكثف هي نص كوباية بس من الحليب، وتكون بدرجة حرارة المطبخ. برضو من الحاجات اللي بتخلي الكيك ناجح معاكي ان احنا لازم تبقى المقادير اللي احنا بنستخدمها تبقى بدرجة حرارة المطبخ، ما نكونش مخرجينها من التلاجة ونستخدمها. زي ما انتوا شايفين كده انا السمك بتاع الكيك ده مظبوط معايا جدا. مش عايزينها خفيفة ولا عايزينها تقيلة، وانتي تقدري تتحكمي في سمك الكيك. يعني لو الكيك تقيل معاكي بتحطي شوية حليب صغيرين. لو حسيتي انه سايل معاكي بزيادة بتزودي شوية دقيق. بس المقادير دي مظبوطة جدا. بعد كده جبت قوالب الانجليش كيك، لان انا المقادير دي هقسمها على 2. لو انت هتعملي في قالب واحد هتقسمي المقادير للنص. عندي هنا البلح. طبعا القالب بتاع الانجليش كيك انا حطاله ورق زبدة. ولو ما عندكيش ورق زبدة بتبطني الصينية بدهنة زيت بسيطة وبتحط لها دقيق، بتغلفيها كويس بالزيت والدقيق. حطيت هنا البلح من على الظهر كده علشان طبعا الظهر ده هو اللي هيبان معايا في التقديم.
وبعد كده هحط معلقة كبيرة من السكر العادي، عشان لما اجي ادخلها الفرن يتكرمل معايا، والبلح يبقى ماسك في الكيك ما يخرجش منه. بوزعها كده كويس، وابتدي اوزع الخليط على القالبين اللي عندي. لو انت عايزه تحطيها في صينيه واحده بس بتكون مقاس 26. الصينيه تكون مش كبيره قوي، اللي هو الصينيه الوسط بتكون مكتوب عليها كده مقاس 26. اللي بيحب بقى القرفه ممكن يحط مع السكر معلقه صغيره كده، ما تبقاش مليانه من القرفه، بيبقى طعمها حلو قوي مع البلح. بعد ما وزعت الخليط كده بالتساوي، طبعا ما نملاش الصينية على الآخر، لازم يكون كده ربع المساحة بتبقى فاضية، علشان طبعا الكيك هيرتفع معايا في الفرن. طبعا ببقى مشغلة الفرن من قبليها، وانا بشتغل في الكيك ب10 دقايق على درجة حرارة 180. لازم تدخل على فرن سخن جدا. برضو من الخطوات المهمة جدا اللي بتنجح الكيك معانا ان الفرن لازم يكون سخن. لو الفرن مش سخن الكيك مش هيبقى ناجح معاكي ومش هيرتفع. بدخلها الفرن بتاخد معايا حوالي من 40 دقيقة ل45. بعد كده بطلعها من الفرن، بتبقى خدت اللون الذهبي ده كده. طبعا انا حطيتهم على صينية بالمنظر ده علشان يعني الصينية القالب ما يتهزش معايا في الفرن. وبعد كده بختبرها كده بالاعواد الخشبية، لازم تطلع معايا نظيفة تماما كده، يبقى استوت معايا. واهم حاجة في الكيك ما ينفعش نفتح عليها الفرن قبل 35 دقيقة، هتهبط معاكي. نعدي 35 دقيقة وبعد كده نبتدي نفتح الفرن نشوفها. لو انتي بقى الفرن بتاعك بيبقى سخن جدا، لو عندك مروحة شغليها، بتوزع الحرارة كويس جدا وبتطلع الكيك معاكي مظبوط. بصوا ورق الزبدة بيطلع الكيك معايا بكل سهولة، والسوا بتاعها مظبوط جدا من فوق ومن تحت. بنسيب الكيك يبرد تماما وبعد كده نبتدي نقطعه. ما ينفعش نقطع الكيك وهو سخن معانا، هيبوظ منك كده والقطعة بتاعته مش هتطلع سليمة. فلازم نسيبه يبرد من ساعة لساعتين، يعني ياخد وقته خالص ان هو يبرد، وبعد كده نبتدي نقطعه. هيتقطع معاكي بكل سهولة، والشريحة كده هتبقى طالعة مظبوطة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا القطعة طالعة سليمة لان انا سبته يبرد تماما. بصوا الكيك طالع فاتح من جوه جدا ومرتفعة ومظبوطة جدا، والكمية اللي احنا عملناها عملت معانا 2 قالب انجليش كيك، يعني الكمية بتاعته حلوة قوي. بصوا زي ما انتوا شايفين طرية جدا. عايزة اقولك ان ريحتها رهيبة. جربوا الكيك بالحليب المكثف، هيغير رأيكم عن الكيك تماما. ومفيش ريحة اي زفارة. برضو الحاجات اللي بتخلي الكيك يبقى ريحته فيها زفارة كده نوع البيض. وانا بشتغل يعني لما باجي افتح البيض كده بشوف كده ليه ريحة ولا لا. اي بيض يكون ليه ريحة بسيطة ما تستخدميهوش خالص، شيليها على جنب كده وما تستخدميهاش، لان انت لو حطيتيها هتغير لك طعم الكيك تماما. ومهما تحطي فانيليا، الكيك هيطلع ريحته زفر برضو. فنخلي بالنا كويس جدا ان البيض لازم يكون طازة. بنجيب بولة كده فيها مية ونحط فيها البيض. لو البيض ارتفع معايا لفوق خالص يبقى البيضة اصلا فاسدة. لو البيض في النص كده يبقى هي مش طازة، هي سليمة بس مش طازة، يعني برضو هتعمل معاكي ريحة زفارة. لازم تكون تحت خالص. البيض مهم جدا في نجاح الكيك، لازم يكون البيض ما فيهوش اي ريحة زفارة. مهما حطيتي فانيليا برضو هيديكي ريحة زفارة. فنخلي بالنا جدا من البيض. دي بقى اللي بالبلح. بصوا شكلها تحفة جدا. السكر اللي احنا حطيناه خلى البلح كده متكرمل وحلو جدا. هي معلقة واحدة بس اللي بنحطها. بصوا شكله عامل ازاي، تحفة جدا. وريحتها بقى رهيبة مع كوباية القهوة اللي بالبلح دي، مع كوباية قهوة طعمها حلو قوي. وبجد الحليب المكثف بيودي الكيك في حتة تانية خالص، طعمها تحفة قوي. جربوها كده بالحليب المكثف، هتعملوها دايما بيه. السكينة بقى اللي تيجي تقطعي بيها الكيك لازم تكون النوع ده اللي هي بتبقى مشرشرة من تحت، دي بتاعة الجاتوهات وبتاعة الفينو، علشان تخلي الكيك مظبوط في القطع معاكي. بلاش السكينة العادية. بصوا زي ما انتوا شايفين لونها فاتح جدا وطرية،
ومظبوطة. لو عملتي كل الحاجات اللي انا قلتلك عليها الكيك عمره ما هيفشل معاكي، هيطلع ناجح ومظبوط 100%. بنقطع بقى الكيك وبنحطه في علبة عادي، السادة بنخليها بره عادي، لكن اللي بالبلح يفضل ان احنا نشيلها في التلاجة علشان البلح ما يحمضش معانا. ولو عايزة تعملي الكيك ده وتطلعيه زي ما هو من قالب الانجليش كيك زي ما هو من غير ما نقطعه ونغلفه كويس جدا، بنحطه في الفريزر. وقت ما بتكوني عايزاه بتطلعيه ياخد درجة حرارة المطبخ خالص، وبعد كده بتبتدي تقطعيه. عايزة اقولك ان هو كأنه معمول طازة في نفس اليوم بالظبط. المقادير سهلة جدا وبسيطة. نخلي بالنا من كل الحاجات اللي انا قلتلكوا عليها، ونخلي بالنا من نوع الدقيق كويس جدا، برضو بينجح الكيك، ولازم ما يكونش اي نوع دقيق وخلاص، لان لو جبتي اي نوع دقيق وخلاص ممكن ينشف معاكي الكيك، ممكن يخليه من جوه غامق. برضو السكر لازم يكون فاتح. نخلي بالنا من درجة حرارة الفرن، نخلي بالنا من البيض، كل الحاجات دي بتنجح الكيك معاك. انا كده خلصت الوصفة خلاص. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتجربوا الطريقة وتقولوا لي رأيكم ايه. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.